السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد في نافذة اللغة العربية المحور الأول عندي بعنوان من أكون. الموضوع الأول عندي بعنوان جسمي السليم. عنوان الدرس بتاعنا تابع أدواتي الشخصية. وعرفنا في آخر الدرس المرة اللي فاتت إن هند وقفت في حيرة من أمرها ماذا تختار. هند كانت مترددة مش عارفة تختار ايه في الحقيبة بتاعتها. تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة هند اختارتها فرشاة الأسنان مهمة لغسل الأسنان حتى لا تتسوس. هند أول حاجة طلعتها فرشاة الأسنان. قالت فرشاة الأسنان هل هي مهمة؟ بالطبع، فأنا أغسل أسناني كل صباح ومساء حتى لا تتسوس. أول حاجة هند خدتها معاها كانت فرشاة الأسنان، وفرشاة الأسنان من الأدوات الشخصية. طب تاني حاجة، من الأفضل أن يستخدم كل واحد من شفته للوقاية من الأمراض ومنعا للعدوى. تاني حاجة طلعتها قالت من شفتي مهمة بالتأكيد، فالأفضل أن يستخدم كل واحد من شفته للوقاية من الأمراض ومنعا للعدوى. والمنشفة يعني الفوطة. طيب تالت حاجة طلعتها بيقولي المشط ورباط الشعر وقصافة الأظافر كلها أدوات شخصية. ده كله هند بتنفذ كلام باباها لما قال لها لازم تاخد معاها أدواتها الشخصية. كانت ايه الأدوات الشخصية؟ أول حاجة فرشاة الأسنان، الفوطة أو المنشفة، المشط ورباط الشعر وقصافة الأظافر. طيب الحاجات التانية اللي خدتها، وضعت هند كتابها المفضل عن الحياة البحرية اللي تتعرفها. هند راحة رحلة بحرية وعايزة تعرف المكان اللي هي راحة فيه، فوضعت كتاب كان فيه صور عن الحياة البحرية عشان عايزة تتعرفها. طيب خدت ايه معاها تاني؟ وضعت القليل من ادوات اللعب في البحر وبعض الملابس واغلقت حقيبتها. خدت ادوات لعب عشان تلعب بيها في البحر. وايه تاني؟ واخدت الملابس، والملابس اكيد كانت صيفية لان هي راحة رحلة بحرية. واغلقت الحقيبة. طيب لما اغلقت الحقيبة كانت عايزة توريها لوالدها. ذهبت هند الى والدها قائلة ما رأيك الآن يا أبي؟ ابتسم الأب قائلا أحسنت يا هند، فهذه حقيبة حجمها مناسب وتحتوي على الأشياء الضرورية فقط. الأب قال لها أحسنتي، الحقيبة دي كده مناسبة وملائمة وبتحتوي الأشياء الضرورية فقط. هنبدأ دلوقتي ناخد المعاني. الكلمة ومعناها: منشفة يعني فوطة، للوقاية للحماية، العدوى انتقال الأمراض، أحسنت أجدت، تحتوي تشمل وتضم. هناخد دلوقتي الكلمة والمضاد. الوقاية مضادها الضرر، المفضل مضادها المكروه، أغلقت مضادها فتحت، ابتسم مضادها غضب أو بكى. المفرد والجمع: منشفة مناشف، المشط الأمشاط، رباط أربطة، صورة صور، الحياة الحيوات، البحر البحار، الجو الأجواء. هناخد دلوقتي الأسئلة. أول سؤال عندي بيقولي ما الأشياء التي وضعتها هند في حقيبتها؟ فرشاة الأسنان، المنشفة، المشط ورباط الشعر وقصافة الأظافر وكتابها المفضل والقليل من أدوات اللعب في البحر وبعض الملابس. السؤال الثاني لماذا فرشاة الأسنان مهمة؟ الإجابة لأننا نستخدمها في غسل أسناننا صباحا ومساء حتى لا تتسوس. السؤال اللي بعده لماذا يجب علينا استخدام منشفة خاصة؟ الإجابة للوقاية من الأمراض ومنعا للعدوى. السؤال هل تتشارك هند في المشط ورباط الشعر وقصافة الأظافر مع أحد ولماذا؟ الإجابة لا، هذه أدوات شخصية لا يمكن أن نتشارك فيها مع أحد. سؤال ما الكتاب الذي وضعته هند في حقيبتها؟ الإجابة كتاب به صور عن الحياة البحرية. صف حال الأب عندما ذهبت إليه هند بعد الانتهاء من تجهيز حقيبتها. حاله كان عامل ازاي؟ الإجابة ابتسم الأب قائلا أحسنت يا هند، فهذه حقيبة حجمها مناسب وتحتوي على الأشياء الضرورية فقط. وبكده نكون خلصنا
الدرس بتاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.